حبايباتنا على قناتنا يومية وزخوات في مدين. إن شاء الله تكونوا كلكم بألف خير وسلامة حبايباتنا. نعرفوا اللي احنا عطلنا عليكم، أما عدنا لكم وعدنا لكم زيادة بقوة إن شاء الله. المرة هذه إن شاء الله ما عادش نغيبوا برشا. كما تشوفوا فينا قاصدين ربي جزيرة الأحلام من جربة دار بابا اللي تبعنا ويتبع في قناتنا. قاصدين دارنا في جربة، عندنا لما عائلية بعد شهر سيدي رمضان الفضيل باش نشاركوكم الأجواء هذه. هذايا من غدوة في الصباح قمنا وقضينا أمورنا، جبنا الخضرة من المارشي. ما صورتش الحقيقة، أما الأجواء كانت رائعة جدا. بما أني كنت خايضة ما نجمتش نصور. لهنا بدينا التحضيرات في تنظيف الخضرة معناتها والقصان متاعها. أمي لهنا قصت القراع الأحمر. ردوا بالكم ديما قصوه خشين باش طيبوا كونتيتي كبيرة متاع كسكسي ولا مرق متاع قراع أحمر، على خاطر راهو في ساعة ما يهبى في التطيب. قصيت لهنا البطاطا خشينة بطبيعة الحال خاطر باش نصمتها في الماء مع طرف إيدام وكركم باش نفوحها، ومن بعد باش نقليها وباش نبدا في تحضيرات الكسكسي. طريقة الكسكسي اللي متابع قناتنا يوميات وزخوات في مدنين يعرفني كيفاش معناتها نطيبه. نفس الطريقة، ما نبدل حتى شيء. اللي يفرق الكونتيتي نتاع اللفاح باش تزيد شوية، على خاطر لهنا عندي عتيتكم نتاع كسكسي وبريسك أكل سقيتها نتاع اللحم فيها أكثر من 14 كيلو لحم. معناتها لازمني نفوح بالباهي باش يجيني الكسكسي بنين وفاوح. اللي حب حاجته بالطريقة يشوف فيديو ليلة 27 رمضان، ليلة النص رمضان، ليلة النص قسام الأرزاق متاع سيدي شعبان سامحوني. نفسها بالضبط، جست الكونتيتي يزيد شوية، كان معناتها الكمية أكثر. الريحة لهنا ما نحكي لكم مش راهي ريحة بنينة 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 مش عادية. سبحان الله، الكسكسي متاع اللمة ولا متاع الفرح ولا متاع الموسم ديما فيه بنة مش عادية. كما تقول أمي تنزل فيه البركة. والله العظيم اللي داخل من الدار من برا يشم في الريحة، مع أنها راهي الكوجينة بعيدة برشا على لونتري برينسيبال متاع الدار. المفيد معناها راهو الكسكسي جاي بنين 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 ما شاء الله. واللمة هي توكل إن شاء الله يا ربي ملمومين مع أحبابكم في الخير. لهنا أنا معناتها نفوح كما تشوفوا فيا ونحرك. عرفت في التقلية متاع اللفاح ردوا بالكم راهي في ساعة ما تحرق، والحراق هذاك مش باهي. بعد يسيب كما طعمت المرار. راني نحط لفاح ونحرك نحط ونحرك، ماذا بيا الحق بأقل غلطة، وسيرتو لما والعباد كلها تستنى وتحب تاكل. أما الحقيقة راهو جاي بنين بنين بنين. نودكم من شهيكم. لأن بديت نحط في طروف اللحم قصيته كبير شوية، قلت الجزار يقصه كبير باش ما يذوبش، مع انها الكونتيتي كبيرة. اما اللحم العلوش صغير، فهمت ما شاء الله صغير في العمر، اما ما شاء الله معناتها مليان. لهنا فوحت اللحم خلطته مع اللفاح. امي لهنا خلطت الكسكسي. كما تعرفوا طريقتي في تفويح الكسكسي انا ولا امي كيف كيف. نحط الكسكسي، نحط الكركم، نحط فلفل اكحل الليدام، اللفاحات الشايحه معناتها الورقيات كيف ما نقولوا احنا، عود قرنفل، كليل شايح ولا زعتر ورند، ونحرك بالزيت والماء. لهنا حطيت السميد، حطيت هذيك الاستوس اللي نحط هكا كيما القب في وسط الحفر كيما الكسكسي باش في ساعه يفور لنا الكسكسي. كما تشوفوا حطيت الالومنيوم ما بين الكسكسي ما بين المقفول والكسكاس باش ما يشدش، خاطر الرزين ويشد في بعضهم كما تعرفوا يسخنوا ويشدوا في بعضهم. حطوا الطريقه هذيك راهي طياره على الاخر. قالت لي امي. لهنا حطيت البصل حطيته في الاخر بالكل باش يسيب الماء نتاعو، والكونتيتي نتاع الماء ما زدتش خاطر نعرف اللي البصل من بعد باش يزيد يصب يضر الماء نقولوا. لهنا قليت البطاطا، شفتوا كيفاش خشينه تشد روحها وتجيب بنينه مش نورمال. هنا سي حضر الكسكسي نتاعنا، حطيت اللحم على جنب وحبطته على جنب هو والبصل والقراع، وبديت في تحريك الكسكسي. جاي بنين بنين بنين. نودكم من شهيكم ان شاء الله يا ربي. معناتها شو اسمه حصتكم في الجنه يا رب. حبايباتنا هذه أجواءنا. ما تنسوش دعمنا على قناتنا يوميات زوز أخوات في مدنين. ما تنسوناش بالجيم والبارتاج والكومنتير. نحبوكم رانا برشا برشا برشا. يا ليل قول الحوت وقول اسم